تخيل معايا تبعت ابنك المدرسة، تديله المصروف وهو ماشي، يرجع آخر اليوم اشتريت إيه؟ اشتريت شيبسي، اشتريت عصير، اشتريت حلويات ملونة وكيكة. يا ماما، يا ترى أنت كأب أو كأم مطمئنين إن الأكل ده مش مضر لصحته؟ الحقيقة إن الكانتين أو المقصف أو الكافيه اللي موجود في المدرسة أو حتى المحل اللي جنب المدرسة ده، الحاجات دي كلها شكلها بريء، لكن في الحقيقة هي قنابل موقوتة. في الفعل قنابل موقوتة بتأثر على مناعة ولادنا وتركيزهم وصحتهم على المدى الطويل. في الفيديو ده ان شاء الله هقول لكم على اخطر 5 حاجات الاطفال بيجروا عليها على طول يشتروها من الكانتين او من المحل اللي جنب المدرسة وهو خارج من المدرسة او هو داخل المدرسة، وهنقول البديل الصح اللي ممكن يحمي بيه ابنك او ممكن تحمي بيه ابنك. وهتلاقوا الاجابة على السؤال اللي بيدور في دماغ الاباء والامهات الشباب، الاباء اللي هم الصغيرين والشبانات الصغيرين دول وقت بتاع اليومين دول. في سؤال بيجي في دماغهم دلوقتي هجاوب عليه اخر الفيديو. وفضلا وليس امرا ارجوكم اللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي بيشوفني من موقع اخر ممكن يعمل متابعه وشير ولايك وتعليق لتدعيم القناه لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، وسجل حضورك بالصلاه على الحبيب. نمسك اول حاجه الاطفال بيجروا عليه على طول اول ما بيروحوا الكانتين، هو الشيبسي. الشيبسي المشكلة مش في البطاطس نفسها، المشكلة في الزيت اللي اتقلى فيه البطاطس. الزيوت دي غالبا مهدرجة، زيوت مهدرجة متعاد استخدامها يا ريت مرة واثنين وثلاثة، يا ريت 10 20 30، بل ممكن يكون عشرات المرات بل مئات المرات، واسألوني أنا كل ده شفته بعينيا. والنتيجة هتكون إيه؟ زيادة وزن، مشاكل في القلب مع الوقت طبعا مش هتبان دلوقتي، وضعف ضعف مناعه. واخدين بالكم؟ يبقى غير كده ان الملح الموجود في الشيبسي دوت في الكيس الصغير ده ممكن يغطي نص احتياج الطفل دوت من الصوديوم طوال اليوم. يعني ببساطه حاجه صغيره زي كيس الشيبسي ده شكلها تسالي وجميله بتاثر على جسمه وصحته بشكل كبير. ده الشيبسي هو باختصار على كده. تاني حاجه العصير المعلب والملون. العلبة الصغيرة الكرتون دي اللي عليها الشاليمون دي اللي الأطفال بتحب تجيبها دي، مكتوب عليها إيه؟ مكتوب عليها عصير مشروب مانجا أو مشروب فراولة. والناس مفكراها عصير، الحقيقة إنها مش عصير، إنها 90% منها سكر ومية والباقي نكهات صناعية وألوان. يا جماعة مش مصدقيني؟ جيبوا العلبه دي مش مكتوب عليها عصير، مكتوب عليها مشروب. مكتوب عليها مشروب. يا ريت تقروا المكونات، اللي لقيتوا فيها اي حاجه فاكهه بقى لكم حق عندي. المشروب ده يعني تقريبا ما فيهوش فاكهه، هو ممكن يكتب فاكهه في اخر المكونات 10% فاكهه وهو ما بيحطش فاكهه خالص يعني. واخدين بالكم؟ ده عباره 90% منه سكر وميه ونكهات صناعيه والوان تجذب الاطفال، والشاليمون وشكل العلبه الظريف. السكر العالي ده بيعمل هيخلي الطفل بعد نص ساعة يحس بهبوط وتعب وقلة تركيز وتحصيل في الفصل. غير كده ان بيزود فرص تسوس الاسنان طبعا والسمنة من الصغر. دي تاني حاجة. تالت حاجة الاطفال بيحبوها اللي هي المصاصات والحلويات. في حلويات كتيرة موجودة في المحلات دلوقتي كلها ملونة، اخضر واحمر واصفر وبني والكلام ده كده، جيلاتين ملون والكلام ده كده، والمصاصه والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها يا جماعه بتشد نظر الطفل، بتجذبه يعني. الحلويات دي مليانه سكر وفيها جلوكوز وفيها فركتوز وفيها مواد حافظه وفيها الوان صناعيه، وفيها الوان صناعيه ممكن تسبب حساسيه وممكن تضر الكبد على المدى البعيد. والمشكلة انها بتدي احساس بالطاقة المؤقتة، بتدي الطفل احساس بالطاقة المؤقتة وبعدها الطفل بيهبط ويتعصب. دي تالت حاجة. احنا قلنا هنقول 5 حاجات. الحاجة الرابعة الكيكة التجارية المغلفة. حتة الكيكة الصغيرة دي طعمها جميل وطعمها حلو، لكن فيها دهون مهدرجة وسكر، نسبة السكر بتاعتها عالية جدا. الدهون دي من اخطر انواع الدهون لانها
الدهون المهدرجه دي من اخطر انواع الدهون لانها بتترسب في الشرايين ومع الوقت بتاثر على القلب. يبقى الطفل الصغير ده مش حرام عليكم يا جماعه تاثروا على الشرايين بتاعته ولسه في السن الصغير ده باكل الكيكه الجاهزه او باكل الاكل الجاهز الموجود في السوق والبطاطس والشيبس والكلام ده كده. حرام والله، حرام، لسه العيال صغيرين. غير ان الطفل كمان بياخد سعرات كتيره جدا من غير اي قيمه غذائيه. دي رابع حاجه. هنمسك خامس حاجه والاخيره، هي السندوتشات الجاهزه المكشوفه. في الام بتقول له خد اشتري لك سندوتش من الكانتين او المقصف والكلام ده. السندوتش دوت يا جماعه سواء كان سندوتش جبنه او سندوتش لانشون او غيره، الخطر الاكبر هنا مش في نوع السندوتش نفسه لكن في طريقه التحضير والتخزين. سندوتش مكشوف وسط جو مليان اتربه والطلاب، ده بيبقى بيئه مثاليه جدا لنقل الجراثيم والعدوى. ده غير ان بعض السندوتشات دي بيكون فيها لحوم مصنعه زي اللانشون اللي فيها اضافات ضاره جدا اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده بالتفصيل. هنيجي للسؤال المهم، ايه اللي بيدور في مخ الاباء والامهات الصغننين لسه في العهد كتير يعني الشباب، يعني الامهات والاباء الشباب. عارفين دلوقتي بيسالوا بعضهم ايه، بيقول الله انت كده بتقول لنا امنعوا حاجات عن ابنائكم واحنا اساسا متربيين على الحاجات اللي انت عايز تحرم ولادنا منها دي، واحنا دلوقتي بقينا زي الفل وما حصلناش حاجه. حقيقي الحقيقه ايه؟ انتوا متاثرتوا، متاكدين ان انتوا متاثرتوش؟ لا اتاثرتوا، بدليل ان جيلكم دوت هو اكتر جيل بيعاني من السمنه وبيعاني من الضغط والسكر بدري في سن ايه مبكر يعني عن جيل الزمان. زمان جماعه كانت الحركه اكتر، حتى على ايامكم ديت الايام اللي بتاعت الشباب دلوقتي على ايامهم هم لسه صغيرين كانت الحركه اكتر. الولاد كانوا بيجروا في الشارع وبيلعبوا ويركبوا عجل ويتنططوا ويجروا ورا بعض ويمسكوا بعض والكلام ده كده. دلوقتي الاولاد قاعدين طول النهار بالساعات على التابلت وعلى الموبايل ما بيبذلوش مجهود. فالجسم زمان كان بيحرق ويستحمل، الجسم كان يحرق ويستحمل الحاجات اللي بنضاف ليه، لكن دلوقتي الدهون والسكر بتتخزن وتتراكم في الجسم اسرع واسرع واسرع. كمان زمان ما كانش فيه كم العدوى الموجود دلوقتي ده. النهارده نزلات البرد والفيروسات منتشره بطريقه كبيره جدا. وكمان حاجه تانية، زمان التكدس في المدارس غير التكدس في الايام اللي احنا فيها دي، المدارس مزدحمه جدا جدا. كمان زمان الوعي ما كانش موجود، الوعي ما كانش في حد بيقول الكلام اللي انا بقوله ده، الوعي ما كانش موجود، لكن دلوقتي احنا عارفين. يبقى ليه نعيد نفس الغلط مع اولادنا طالما بايدينا ان احنا نقدم الحلول الصحيه اللي بتفيد ولادنا؟ ليه؟ هتقول لي طب قول لي يا باشا ايه الحلول بقى؟ الحل البديل يا جماعه، الحل ان احنا نمنع اولادنا، يعني المقصود بالحل ان احنا ما نمنعش اولادنا من الاكل لكن بنوفر لهم البديل الصحي. وعلى سبيل المثال يعني، والامهات عارفين الكلام ده كده، اللانش بوكس اللي هو الصندوق اللي بيتحط فيه الاكل ده، اللانش بوكس البلاستيك ده ممكن نحط سندوتش جبنه او جبنه بيضه طبعا طبيعيه، مش جبنه بيضه فيها دهون صناعيه، لا جبنه بيضه طبيعيه او بيضه مسلوقه او اي مصدر بروتين عندك ممكن يصلح لايه؟ للسندوتش. حته فاكهه متقطعه كده زي التفاحه او الموزه او العنب والحاجات دي كلها، بس لازم تكون مغسوله كويس. علبه لبن صغيره او علبه عصير فريش، مش شراب. حفنه مكسرات او 3 تمرات، اللي ما عندوش مكسرات 3 تمرات كده. وكمان ازازه ميه خاصه بيه هو مش ليه هو وزمايله. خلي بالكم الحاجات دي هقولها في فيديوهات جايه. الحاجات دي مش بس صحيه، دي كمان بتدي طاقه وتركيز افضل للطفل طول اليوم الدراسي. واخيرا، اللي ولادنا بيشتروه من الكانتين مش مجرد اكل، ده مستقبل صحتهم. قرار صغير من حضرتك كده زي انك زي تجهزي لانش بوكس صحي وتمنع عنهم العصير الصناعي والاكلات الجاهزه اللي ممكن يجيبوها، وبالطريقه دي ممكن تحميهم من امراض كتيره قدام ممكن تحصل لهم. ولادنا امانه في رقبتنا وربنا هيسالنا عنهم يوم القيامه. قولوا لي بقى يا جماعه في التعليقات، اولادكم اكتر حاجه بيشتروها ايه من الكانتين؟ وهل بتسمحوا لهم بنشتروا ولا لا؟ استنوني في الحلقه القادمه
ان شاء الله من سلسله صحه اولادنا في المدارس. هنقول معلومات كتيره جدا وهنقول نصايح عشان تحموا اولادكم من الامراض المحتمل حدوثها لهم، لان الاولاد فلذات اكبادنا زي ما بيقولوا، فاحنا لازم نخاف عليهم من الهوى الطاير زي ما بنقول. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا الفيديو او كل من شاهد هذا الفيديو في ميزان حسنات كل من شاهد هذا الفيديو ونشره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين، لزيادة الفائدة للناس. ما تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وتدعم لاخوانكم، وما تنسوش تشيروا الفيديو واللايك والتعليق في المحتوى او خارج المحتوى، واللي مش مشترك في القناه يشترك لتدعيم القناه لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.